مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 بدأت فرنسا في التوسع على حساب الأراضي المغربية، حيث قامت فرنسا بضم مناطق واسعة من الصحراء الشرقية إلى الجزائر بحال تندوف وبشار. ويؤكد المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان أن إحدى المناطق الرئيسية اليوم وهي تندوف حيث يقع مخيم اللاجئون لم تكن البتة مرتبطة بالجزائر حتى عام 1934، مشيرا إلى أن الإدارة المغربية كانت تمارس دائما في وادي تندوف الذي كان يعتمد على خليفة تفيلالت وسلطان المغرب. ويؤكد لوغان أنه لا يمكن الحديث عن النزاع طويل الأمد الذي يخوضه المغرب منذ عام 1975 مع جبهة البوليزاريو التي تطالب بالاستقلال مدعومة من الجزائر، بمعزل عن الحديث عن الاستعمار ودوره في هذه القضية، حيث يؤكد المؤرخ الفرنسي بل الاستعمار الإسباني والفرنسي هو سبب هذه المشاكل اللي وقع حتى اليوم.